هذه الجلسة مخصصة للحديث عن المياه. المياه في العراق مشكلة المشاكل. إذا كانت الكهرباء قد أخرجت الناس في يوم من الأيام للتظاهر في الشوارع، فإن المياه أخرجت البصريين لتحدي الحكومة وللتعبير عما يجول في وجدانهم وخواطرهم تجاه النظام السياسي بمجمله. النظام السياسي في العراق يواجه تحدي كبير. أول هذه التحديات توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وهي المياه والكهرباء. يمكن الصبر قليلا على الكهرباء، لكنه لا يمكن الصبر ولو لدقائق على المياه. المياه مشكلة المشاكل، وحديثنا مع السيد وزير الموارد المائية والخبير الدكتور عزام عن هذه المشكلة. السيد الوزير، يعني مهمتكم الآن في هذه الحكومة الجديدة يعني إرواء عطش العراقيين، الشرب والزراعة. أول هذه التحديات، هل يعني تنظرون إلى المستقبل القريب في هذا الصيف أن العراق سيواجه مشكلة مائية، مشكلة في يعني سقي المواطنين، توفير مياه الشرب للمواطنين والحاجات الزراعية للعراق؟ هذا الشتاء كان نعمة عظيمة. أعتقد الموارد المائية استطاعت أن تخزن 26 مليار متر مكعب من المياه، لكن هل ستكفي هذه الكمية أم أننا سنواجه عطشا وتظاهرات ومشاكل؟ إن شاء الله. بس يمكن هذا ما يشتغل. شكرا جزيلا سيد مقدم الجلسة. طبعا أكثر الناس يعني عندما استوزرت بدل ما يهنوني واسوني على المهمة الصعبة اللي يعني رايح عليها الحقيقة. أكيد. أنا كنت في لبنان مع عائلتي وخابروني إنه ترى لازم اليوم تيجي تاخذ منصبك، اكو جلسة برلمانية حتى تحضر. قلت له ما أعرف، يعني مجرد أنا قدمت على الإنترنت ويبدو أنه طلع اسمي. أنا ما مشتغل سابقا في وزارة الموارد المائية، كنت أشتغل بالطاقة الذرية، في الصناعة، في التصنيع العسكري، وفي التعليم العالي، وفي القطاع الخاص، وقدمت حالي حال أي إنسان الحمد لله. فاللي قدم لي ابني أسرع مني يكتب بالحاسبة، فالمهم قال لي بابا على يا وزارة قال لي صناعة لو تعليم عالي؟ قلت له موارد مائية. سبحان الله. طبعا ما أنكر أنه عندي بحوث في هذا المجال، يعني فمن صارت يعني باي تشانس لايك ذات. الحمد لله. يعني أنا كنت خال في بالي أن أجد بدائل لما تعانيه البصرة ومحافظات الجنوب وكل مدننا في حالة انقطاع المياه، وفعلا انقطعت من البصرة. وأيضا المياه نوعيتها رديئة جدا، كانت تصل إلى مدن، خصوصا مدن جنوب بغداد، بسبب التلوث اللي صاير في دجلة. يعني الحمد لله بعد ما استلمنا يعني المشاريع اللي خالها ببالي توقفت حقيقة، لأنه الله أنعم علينا بوفرة مائية كبيرة جدا الحقيقة. احنا مثل اليوم العام الماضي كان عندنا الخزين الاستراتيجي أقل، يعني بحدود 10 إلى 11 مليار طن أو 11 مليار متر مكعب. هذا لازم يغطينا كل احتياجاتنا إلى يعبرنا إلى الموسم الآخر، وهذا طبعا اللي صار بالبصرة شفتوه ما كفى. الحمد لله اليوم يعني خزيننا الاستراتيجي ازداد، تجاوز 27 مليار متر مكعب. وبالنسبة لسؤال السيد مقدم الندوة، نطمئن ناسنا كلهم والبصرة والزراع إن شاء الله موسم وفير، إن شاء الله الكل تزرع. وحتى احنا طلبنا من مجلس الوزراء أن يفتح الخطة الزراعية على مصراعيها فيما يخص زراعة هذا الموسم والموسم الصيفي القادم. وإن شاء الله مياه البصرة اليوم
هي لا تقل جودة عن يعني مياه شط العرب لا يقل جودة عن مياه دجلة والفرات اللي تصل بغداد. فالحمد لله. سيد الوزير، الصيف القادم الصيف هل القادم يواجه العراق مشكلة حقيقية؟ لا إن شاء الله. البصرة كيف ستواجه مشكلة المياه في هذا الصيف؟ الصيف القادم لا الحمد لله والشكر. يعني احنا عندنا اليوم خزين مائي كبير. هذا الخزين اللي احكي عنه هو الخزين اللي موجود فقط في السدود وفي بحيرة الثرثار، وعندنا نتوقع كميات أكبر أو كبيرة اللي تجينا من ذوبان الجليد في كل من حوضي دجلة والفرات. الأهوار حقيقة وصلت لم تصل هذا المستوى من سنين، من 92 يعني عشرات السنين لم تصل إلى هذا المستوى حقيقة. يعني هذا الإرث أنا استلمته من وزارة الموارد المائية، يجب أن نشكرهم حقيقة. يعني ليس لأني وزيرهم، ولكن يعني فيها من الكوادر الحقيقة اللي تثلج القلب، يعني تفرح الإنسان العراقي أنه أكو أمل حقيقة. اللي قدرنا نسيطر على هذه الموجات الفيضانية اللي جتنا ولم يذهب منها أي شيء إلى البحر، كلها راحت إلى أماكنها. يعني أما الاستزراع أما للأهوار، يعني طبعا السيول اللي تأتي من الجهة الشرقية من العراق، من إيران ومن داخل العراق بغداد جنوبا، لا نستطيع أن نخزنها في سدودنا، وإنما الحمد لله استخدمناها في إرواء وإنعاش وإعادة الأهوار جميلة كما كانت الحمد لله. فما راحت عندنا أي ضياعات لحد اليوم هذا، وكلها استخدمت استخدام مثالي. وهذا يدل على يعني حقيقة هذه الوزارة وكوادرها ومهندسيها حقيقة كفاءات وخبرات يعني العراق يعتز بها. أنا أعتبرهم ثروة حقيقة. حتى منشآتنا ترى يعني قد تكون وزارة الري سابقا وزارة الموارد المائية اليوم يعني ما حد منتبه عليها بشكل اللي تستحق، ولكن حقيقة هي سوت فد منظومة معقدة جدا في العراق وفيها سيطرة. وأضيف شيء جميل أيضا لهذه، أنه السدود في إقليم كردستان هي تابعة إلى وزارة الموارد المائية في المركز. فأشعر حقيقة بغبطة وسعادة عندما أجي إلى سد دوكان وسد دربندي خان وأرى موظفين اللي هم يعني إخواني أكراد قريبين إلي أكثر مما كان سابقا، والحمد لله والشكر. متفائل مع أنا متفائل جدا. لا اطمئنوا، العراق إن شاء الله يعني مطمئن هالموسم إن شاء الله الموسم الجاي نأمل إن شاء الله أن تكون الأمور هكذا إن شاء الله. دكتور عزام، أنت أنا متحفز. أول شيء أقول لكم أشكر الله عندنا دكتور جمال العادلي، والحمد لله التقديم اشتغل حلو. اسمح لي خليني أسألك أول مرة. دكتور عزام من أوائل الناس الذين حذروا من سد أليسو التركي، كانت له الرؤية وهو يعني قد حسب حسابا ربما قد يكون واقعيا لكنه متشائما جدا. كانت له رؤية في كيفية التعامل مع تداعيات خزن سد أليسو. الآن بعد ما حصل في الصيف الماضي أجل الأتراك ملء السد، هل ستجد أن هناك التحديات قائمة أم أن الأمور أصبحت يعني أفضل من السابق؟ السنة هاي مثل ما قال الدكتور جمال اوكي، اذا سوينا اداره جيده ونقدر ندفع اللسان الملحي بالبصره ونوفر على الاقل لها مشكله المي بالبصره ما راح تكون معقده مثل السنه اللي فاتت. مشكله الكهرباء هذا شيء اخر. نعم. اليوم عندنا 36 مليون عراقي، سنه 2030 راح يكون 50 مليون عراقي. سعر النفط اليوم 50، ب 2030 اذا كان 50 كل زين. اسالكم ايش راح نسوي على مود نوكل 50 مليون دولار 50 مليون شخص عراقي في وقت الماء أغلى من النفط؟ لن نتوقف عن الحلول الآنية. كل الحلول نمشيها من سنة لسنة وبقدرة قادر ده تمشي. وقت التخطيط هو هسه لحل مشكلة 2030 أو منعها من الحصول. احنا راح نكون 50 مليون، ترى ايران راح تكون 120 130،
تركيا راح تكون 150. المي اليوم تركيا دا تأجر أراضي زراعية في السودان، دا تفكر ايش راح تسوي ب 2030. احنا ايش نسوي؟ احنا دا نحل مشكلة اليوم، وبعدنا هاي مشكلتنا من 40 سنة من 50 سنة، مشاكل آنية، حلول ترقيعية، ما عندنا خطط طويلة المدى. مثل ما تفضل السيد الرئيس امبارحة، الحل في هاي المنطقة للاستقرار هو بالتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، إيران، تركيا، أردن، سعودية. احنا كلتنا هنا قاعدين ما نقدر نروح. أنا أعتقد مشكلة المياه اللي ولو هي مو مشكلة اليوم، بس السنة القادمة من تبدأ إليسو، من يبدأ ملء سد إليسو، وإذا كان لا سمح الله السنة الجاية سنة جافة راح نعبر دجلة مشي من جديد. إذا خصوصا إذا استهلكنا كل الخزين اليوم. السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها 2020 إذا استهلكنا الخزين 21 هسه يلا 2021. المهم المشكلة جاية، يعني هسه نقدر نستراح بس مو نتوقف عن العمل وإيجاد الحلول طويلة المدى. حلول طويلة المدى متواجدة، ولكن يحتاج لها إرادة سياسية. ما هي الحلول؟ لا بديل. العفو. واعتقد الحمد لله عندنا دكتور جمال اللي لاول مره الاقي وزير يفتهم عنده نفس الرؤيه لحل مشكله المياه مثل رؤيتنا. يا بالعفو، بس انا صوتي عالي من الهور، اقدر تسمعوني مو؟ الحلول هي في التكامل الاقتصادي. انا ارى انه مشكله المياه هي ليست مشكلة وإنما فرصة متنكرة كأزمة. سد إليسو سوف يملأ، لكن أنا أذكركم وأذكر معي الوزير، وأنا طبعا يقول لك great minds think alike but fools never disagree. لازم عندنا اختلاف بالرأي. السيد الوزير يعتقد أنه سد الموصل آمن. أنا شخصيا ما آمن بسد الموصل. سد الموصل قنبلة نووية بلا فتيل، ما تعرف ايش وقت تنفجر. ما تخوف الناس. هذا الحكي يعني الحمد لله اني مو ما عندي موقع حكومي اقدر احكي رايي الصريح. قولوا لي مخبط على مو مشكله. سد الموصل يجب ان مو نسوي له ديكوميشنينج، مو نوقفه، بس يجب ان ننزل البحيره مالته الى الاقصى مدى، وبعدين ذاك الوقت تقدرون تحشون على كيفكم وتوقوه كسلاح استراتيجي. انا اعتقد انه من الممكن الوصول لاتفاق مع تركيا على سد إليسو بدايه. دكتور البدائل هذا اللي احكي عليه. هذا اللي احكي عليه. الوصول الى اتفاق على الاداره المشتركه لمياه دجله والفرات يجب ان يكون لمنافع مشتركه. اليوم الاتراك يريدون يبيعون مي مقابل نفط، هذا لن نسمح به. هذا حق العراق التاريخي، لن نسمح به. واشد على ساعد كل من يطالب بحق العراق التاريخي، لكن اقول لكم انه القوانين العالميه لا تطبق الا على الضعيف. هذا قدامكم الفلسطينيين، كم مجلس امن، قرار مجلس امن ايش حصلوا؟ فاشد على سواعدكم وطالبوا، لكن يجب علينا ان نغير الحل، نغير المشكله لمن تعود الى هذه المياه، الى كيفيه التعاون. انا اقول انه سد الموصل اليوم ده نخسر به حوالي 750 مليون متر مكعب الى بليون متر مكعب للتبخر من البحيره مالته، لانه التبخر بالعراق 3 امتار، ومساحه والبحيرات كلها بحيرات فيضانيه ضحله، فالمساحه السطحيه كبيره. البحيرات في تركيا عميقه، فالمساحه السطحيه اقل بكثير، ولكن كذلك التبخر هناك 50 سنتيمتر مقابل 3 امتار هناك. فاذا تاخذ نفس الكميه ال 11 بليون اللي تحطها بالموصل اللي حاطها هسه حاليا 8 بلايين، ما نقدر نملي اكثر لانه خطر. اذا حطيتها بسد إليسو وجرت سد إليسو راح تخلق بليون متر مكعب اكثر اللي ما عندك اياه اليوم، يعني ده توفر مي. هذا بديل. دكتور عزام، نعم، يعني انت تعتقد ان السياسه المائيه في العراق ذات منحيين، الاول الداخلي والثاني هو الخارجي، نعم. لا بديل عن التعاون الإقليمي في المنطقة من أجل توفير المياه للشعب العراقي. نعم. فتحدث عن سياسة خاصة مع تركيا. العراق يستطيع التعاون مع الأتراك في توفير الطاقة عن طريق النفط والغاز، هم يستطيعون أن يساعدوا العراق في قضية المياه.
اللي قلت راح اجر سد اليسوب مقابل فلوس. اليوم ده نصرف 300 مليون دولار بالسنه لحشو سد الموصل، اخذ هاي 300 مليون دولار اجر بها سد الموصل، بس ما ادفع لهم 300 مليون دولار. اليوم بدنا ندفع 300 مليون دولار من قروض من البنك الدولي، مكان ما ادفع من قروض لا اعطيهم نفط بشكل مدعوم او بطريقه ما اوصلها لاسطنبول. يا اخوان اذا وصلت النفط العراقي لاسطنبول قد باقي لاوروبا 140 كيلومتر، هذا سوق للعراق. انا ما دا اقول يعني أنا اخذ الفكره وطورها للتبادل التجاري. راح يقول لك ناس انت بدك تحط مستقبل العراق في يد الاتراك. اخوان واخوات، انا ما دا اعطي الاتراك اي شيء ما عندهم اياه اليوم. تركيا تريد تسد المي لمده 3 سنين تقدر، عندها خزين، ما راح تسويها. مقابل كذلك انا اريد اخلق ليفرج، اريد اخلق اداه ضغط للعراق على تركيا. اليوم ما عندنا اياها، بس اذا صار عندنا تجاره ووصلنا النفط الى اسطنبول او الغاز الى اسطنبول، صح عندنا ورقه ضغط، يقطعون عنا المي نقطع عنهم النفط، مو مشكله. يكون عندنا خطط استراتيجيه، اذا صار التأزم يكون عندنا بديل. هاي وحده. ثانيا مو بس اوصلهم النفط، كذلك اليوم اللوريات بدها توقف على الحدود العراقيه 3 أسابيع، كل يوم ب 250 دولار. هاي ايش قد؟ 5000 6000 دولار الشاحنه. اوصل اتفاق معهم، يابا الشاحنه مالتكم توصل الى الكويت بيومين، افتح الحدود، فتحت الخليج، سوق الخليج لتركيا. ايش قد كلفته هذا؟ ايش قد الفرصه لتركيا؟ وافكار كثيره، الكهرباء، التجاره، افكار موجوده يحتاج لها اراده سياسيه. سيد الوزير دكتور عزام تحدث عن العلاقه مع تركيا فيما يخص المياه. جانب اخر دولي ايضا متعلق بالمياه العراقيه، ماذا عن ايران؟ بعدين اجيك على ايران، بس خليني ارد على عزام. يعني اخويا وصديقي ومن زمان يا حقيقه، يعني اكو هم مشترك اللي هو كانت الاهوار، ومن هناك عرفت الاستاذ عزام. واني يعني اعشق الاهوار واعشق الطبيعه، ولو اني اصيد، ولكن لا بالعكس، هو هذا كل 10 مرات اطلع للصيد اصيد لي لو وحده ولكن الصيد الجائر اليوم قتل مو ناجح. كل يعني كل طيورنا الحقيقه المهاجره اللي تيجي بالاهوار. رحت زرتها الحقيقه، يعني حزنت كثيرا يعني حقيقه، لان كان فد نسبه كبيره من الطيور المهاجره هي تمر وتستقر بالعراق خلال فتره الشتاء. يعني جدا متاسف عليها، بحيث سويت يعني تعاميم انه استخدم كل ما عندنا من وسائل ان نمنع هذا الانواع من الصيد اللي يعني قضى على الحياه البريه اللي عندنا. ارجع الى مساله العلاقه مع تركيا. تركيا يعني دوله تقدمت، يعني العراق مع الاسف توقفت فيه الحياه من سنه 79 80 الى قريبا، يعني حتى الى ما بعد 2003 ايضا متوقف الحياه. يمكن هذه اول سنه هذه الوزاره اللي يعني كان يعني ما لها تقريبا ميزانيه في الشيء عدا الرواتب التشغيليه للوزاره خلال خصوصا هاي السنوات الاخيره. هاي اول سنه عندنا صارت شويه ميزانيه استثماريه نقدر ننفذ او نكمل بها المشاريع اللي انجزت على يعني ولم تكتمل. يعني تركيا دوله تقدمت، ميزانيتها اليوم يعني توازي وتفوق ما عند السعوديه من خيرات نفطيه وما الى ذلك، وتقدمت صناعيا واقتصاديا. تركيا دوله ايضا يعني اللي بها هذه الطاقات، هي ايضا دوله ذكيه، يعني فيها الخبراء وفيها العلماء وفيها المستشارين وفيها. تركيا اليوم تريد تنمي صادراتها، واكيد هي تريد الخط ان يعبر من خلال العراق. طبعا احنا ما نتفاوض وياهم. تركيا انا اذا اعطيها نفط اذا هي ساعدتني في الاستقرار وساعدتني ايضا في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجيه اللي تخدمها إلها هي اكثر ما يخدمني بس هي تستفاد بعد اكثر من عندي. يعني مثلا اذا انا اشغل ميناء الفاو واشغل الطرق البريه اللي بيننا وبينهم، اللي هي الطرق يعني الشوارع اللي تربط بغداد بالحدود التركيه، وعندنا الطرق السريعه اللي تربط بغداد بالجنوب، مجرد ان نوصلها
وهي مرتبطة في أوروبا. الطريق أصبح سالك بين كل الشرق وكل الغرب أن يمر في هذه المنطقة، وأيضا تصل تركيا إلى الخليج، إلى الإمارات، إلى السعودية، إلى الكويت. بضائعها مو فقط في العراق، بضائعها رح توصل لكل دول الخليج وتوصل أيضا لكل دول الشرق. فائدة تركيا من هذه رح تكون أكثر، يعني ما أبالغ إذا أقول أكثر من نفط الكويت، فلح يكون عندها نفط جديد من هذه العملية. لن يضرها شيئا كبيرا إذا استغنت عن بعض كميات من مياه دجلة أو الفرات وتنازلت عنها، لأن رح تخسر مليار رح تكسب عشرات، أو ما بدي أبالغ 10 مليارات 20 مليار أو 100 مليار، ما أعرف يعني الرقم هسه ما يحضرني يعني، ولكن ممكن أن تكون أكثر من هذا الرقم بكثير. فالذكاء هو الذكاء في الاستثمار الصحيح اللي يدر على الدولتين العراق أو تركيا، زائدا أنه العراق هو سوق لتركيا اليوم العراق يعني الرقم ما يحضرني، ولكن في عام 2013 كانت التبادل التجاري اللي هو 100% لصالح تركيا وصل 16 مليار. طموح الرئيس التركي أن يوصل 20 مليار، واتوقع السنة يجوز يوصل 20 مليار. فيعني هذا السوق واعد لتركيا التي تعاني اليوم أيضا من ضائقة اقتصادية. فالعراق ليس ضعيفا، قد يكون جيشنا أضعف من جيشهم اليوم، ولكن اقتصاديا هم يستفادون من عندنا، واحنا أقوياء في المفاوضة أو في التفاوض معهم في هذا الجانب، هم عندهم فائدة. أرجع، طبعا أكو مشاريع كثيرة أخرى، أرجع مرة ثانية إلى سد الموصل. سد الموصل أليسو هو أكثر، يعني هو سد صحيح، هو حجمه أصلا هو بقد حجم إحنا مكبرين شوي أكثر من حجمه، هو بقد سد الموصل، والهدف خزن لإنتاج الكهرباء، يعني هو ليس خزن لإنتاج شيء آخر، هو خزن لإنتاج الكهرباء. فهو لازم ينتج كهرباء، معناته لازم يمرر المي حتى يجيني، مو حتى يجيني، وإنما لازم يمرر المي حتى ينتج كهرباء، حتى ينتج كهرباء. فهو لازم يطلع كمية محددة، كل ما يريد ينتج أكثر كهرباء لازم يمرر مي أكثر، توربينات، كل ما تعطيها مي كل ما تفتر أكثر تعطي كهرباء أكثر. فبالأخير هو رح يوصل. عندنا مشروع واحد اللي احنا نخاف منه ما بعد أليسو، اللي هو مشروع الجزرة، هذا رح يستهلك كمية من المياه. دجلة طبعا مو 100% هو من تركيا، يعني 60% تقريبا 62% من تركيا، والباقي هو أكثر من يعني حوالي 35% من العراق، وجزء آخر يجينا من إيران، من حوض أنهر الزاب من إيران. السد الموصل يعني كنت أخذ طلابي سنة 86 87 88 بالجامعة التكنولوجية، أنا أصلا مهندس ميكانيك، فكنت أخذهم أدرسهم، أخذهم خصوصا طلاب الصف الرابع، ف يعني هم زيارة، هم حفلة تخرج، هم شو يسموها، فأخذهم هم أشوفهم سد الموصل، لأن به هواية ميكانيك، بتوربينات، بجنريشن، فهم يطلعون عليه. من ذاك الوقت سد الموصل احنا نعرف الأساسات مالته، منطقة يعني طبقة جبسية وتحتاج إلى حقن بالإسمنت، وهذا معروف، يعني كان 6 شركات. اليوم أو خلال السنتين الماضية هو فقط في فترة احتلال داعش للسد ما صار به حقن. يعني الشركة الإيطالية اللي جت تصلح سد الموصل ما سوى شيء، هي أيضا أجهزة حقن جديدة استخدمتها بالحقن، فهذا الحقن هو مستمر. صحيح هاي الشركة أخذت يعني مبالغ يعني تعتبر كبيرة قياسا لو احنا نفذنا هذا الموضوع، اليوم احنا بدنا ننفذ الموضوع. فالأرقام اللي تقول على كلفة تشغيل سد الموصل كبيرة، لا، اليوم احنا بدنا نسويها بأيدي عراقية وبأجهزة احنا مستورديها. هذا الخزين استراتيجي، يعني 10 مليارات أو 8 مليارات. أنا تكلمت مع الفريق المهندسين الأمريكي اللي هو دا يشرف على الموضوع، زائدا الشركة الإيطالية، لا ماكو خوف، يعني هو نفس وضع السد اللي كان سنة 86 أول ما أنشأناه، أكو خوف من المنطقة الجبسية، احنا مستمرين في الحقن. ولكن هذا الخزين، الإنسان قبل كل شيء، الإنسان قبل الفلوس وقبل كل شيء. يجب أن أأمن داخليا هذا الماء، يجب أن أأمن. أنا أختلف ويا أستاذ عزام ويا دكتور عزام بهذا الموضوع، أنه يجب أن داخليا ما دام عندي طاقة استيعابية
حتى لو وزير. كلفني. الأمن المائي. وهذه استراتيجية الأمن المائي تتطلب من عندي أن أحفظ قسم من هذه المياه في أرضي. 10 minutes أوكي. هو ربما سؤال أخير للدكتور نعم. عزام. شوف المشكلة المائية في العراق مشكلة فنية أم سياسية؟ لا، هي يعني فنيا احنا ما عندنا قصور، يعني حتى خزاناتنا لو يعني الانهار تعمل بانتظام ودول الجوار تطلق مياه حصتنا. يعني انا بس حتى يعني الاخوان الحضور كليتهم، يعني الانهار خلقت قبل الحدود، فاللي ساكنين على هذه الانهار لهم حق تاريخي وانساني وفي كل المعايير. والآن المواثيق الدولية والأمم المتحدة وكل الاتفاقيات الدولية تنص على ذلك. نحن لنا حق، يجب أن نكسب هذا الحق بالعين بلغاتي، لازم نكسب هذا الحق من خلال منظمات المجتمع المدني أو منظمات الدولية والأمم المتحدة. احنا ممكن أن نكسب هذا الحق حتى لو تطلب وقتا. ومن مصلحة الدول إيران وتركيا أن تتعامل معنا بهذا النفس ومن الآن حتى إيران، يعني إيران في بعض المواقف كانت حقيقة أقسى علينا من تركيا، وأنا أقول هذا وأتحمل مسؤوليته. أقسى علينا رغم يعني أكو بعض التوافقات السياسية، ولكن كانت خصوصا البصرة. نعم. البصرة وأعلنها. البصرة لو لم يكن نهري القارون والكرخة مغلقة 100% لما صار ما صار في البصرة. فلهذا احنا هاي البصرة يجب ان نوفر لها. نعم. انا يعطوني شويه وقت. يجب ان نوفر لها المياه من كذا مصدر، ما اخليها بعد حبيسه شط العرب. بس ملاحظه صغيره هنا اذكركم 36 50 مليون ب 2030. تغير المناخي راح يصعد سطح البحر متر او اكثر، وراح يقلل المطر والثلج. لا بديل للمدى البعيد سوى الاتفاق مع تركيا. التقرير اللي تقول عليه راح يزيد الامطار في منطقتنا. لا اعتقد الوقت قليل، الوقت الباقي قليل راح توجه للجمهور. لا تفضل، باعتبار اسئلتهم اللي راح تجاوب. دكتور تفضل. احكي. ان شاء الله ان شاء الله. حلو، اسئله هوايه زين. على السريع ترى ما بغير 10 دقائق. يلا. دكتور محمد عطوان من البصرة. اي حياك. اهلا. استاذ في كلية القانون قسم العلوم السياسية. صوت. ما يلفت النظر في هذا الملتقى انه اتى بصبغة سياسية واهمل الحاضرين من الاكاديميين والمثقفين والمعنيين بالبحث في قطاعات يعني الثقافة والمجتمع والهوية. دكتور اسأل. مدخلي حقيقة إلى دكتور جمال. دكتور جمال، حضرتك الآن وزير، وقلت أن رست وزارة علي بالصدفة، وأنا أعتقد أنت تتوفر على أهم منصب في الوزارة أو في المؤسسة الحكومية. وعلاقتك بالحكومة، هذا حديث في السياسة، علاقتك بالحكومة علاقة تضامنية، يعني المسؤولية فيها مسؤولية تضامنية. في البصرة في الصيف القادم إذا ما أخفقتم فنيا في إيجاد حل البصريين، وأنا أزعم أن مشكلة البصرة هي ليست مشكلة فنية ليس ذات طابع فني في مجال الكهرباء، عوز في مجال الكهرباء أو في مجال الماء، إنما حمولتها الاحتجاجية عابرة لهذا الموضوع. فإذا ما أخفقتم فنيا ستفتحون الباب على مشكلة كبرى ستعم في العراق. طيب أوكي، واضح كلامي؟ واضح. يعني أكتفي بهذا القدر؟ جاوبك لو جاوبه. دكتور لا خلينا ناخذ كم سؤال حتى جاوب. لا خليه يجاوب بس. اعتقد نفس الاسئله راح تتكرر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد، الصوت موجود. اليوم سعيد بوجود وزير استاذ الدكتور عزام. عزام ويعني لانه اعرف انه سياده الوزير من اكثر الناس تعاونا
مع الخبراء وأكثر الناس تفهما لمشاكل البصرة يعني بالخصوص، وهو يستمع يعني مستمع جيد للمستشارين وما يشيرون عليه، وطبعا دكتور عزام أيضا كذلك. يعني أنا أعرف بأنه هناك مشاكل كثيرة لم يتسع المجال للتطرق إليها، مثلا قضية المشاكل الداخلية داخل إدارة الموارد المائية في الداخل، ومشاكل التلوث، ومشاكل القضايا المتعلقة بقضايا الري القديم. ولكن أنا أريد أن أثير يعني مسألة استكمالا لما تفضل به السيد الوزير حول التعامل مع إيران، لأن الكلام أغلبه الآن صار عن التعامل مع تركيا. احنا بحاجة أيضا يعني أن نعرف سياسة الوزارة يعني لفرص التفاهم وعقد الاتفاقيات والشراكات مع إيران، وهل هناك استيعاب للمشاكل التي تأتينا يعني من إيران. نحن نعرف أن إيران تواجه مشاكل في موضوع المياه، وأنا شخصيا كتبت مقال اسمه بلاد ما بين السدين وليس بلاد ما بين النهرين، وتحدثت في هذا المقال بالرغم أنه مو اختصاصي أنا موارد مائية، تحدثت عن بعض المعلومات المتعلقة بإيران. هناك مجموعة كبيرة من السدود التي أقيمت على سد كارون، ويعني أحب أن يتحدث عنها الدكتور عزام. ومشكلة اللسان الملحي، اللسان الملحي ليس فقط يعني أريد أن أسمع هذا السؤال مالتي، السؤال للوزارة حول السياسات في مع إيران، والسؤال الفني للدكتور عزام، هل هناك خطط لمواجهة اللسان الملحي القادم ليس فقط من الخليج وإنما القادم أيضا من كارون؟ طيب جيد، تفضل. جيد. سيد النائب، ترى اسئله هوايه، عندنا اسئله. مددوا يا طه التميمي. هسه اجيكم. عفوا، طه التميمي من البصره. من البصره. عندي سؤال فني للسيد الوزير، يعني سؤال مباشر حقيقه. انتم وعندي بيان ستيتمنت بسيط ايضا. السؤال المباشر الفني انه شنو خططكم الاستراتيجيه، لانه كل اللي تفضلتوا به هو حلول الله سبحانه وتعالى جابها وحده، ونسبه من الوزاره طبعا، ما واحد ما ينكر جهد الوزاره، ولكن الصيف قادم. بس انا ما اتحدث عن الصيف. مشكله البصره في الماء هي مشكله انسانيه اقتصاديه سياسيه. فشنو خططكم الاستراتيجيه؟ لانه من بدايه المظاهرات ولحد اليوم كمواطن من البصره ما شفت ولا سمعت اكو مشروع احيل او خطه احاله لمشروع الدرينكينج واتر، يعني للماء شرب. انا ما اتكلم عن الزراعه. الشيء الثاني، الستيتمنت مالتي راح يكون اقتصاديا وسياسيا. البصره المصدر الرئيسي، شوف حتى الشركات النفطيه تاخذ ماء، قسم من عدها تاخذ ماء من شط من دجله او الفرات. يعني الاستخدام الماء بالبصره المشكله انسانيه، لانه التلوث مشكله التلوث ما اعرف ايش قد انتم عندكم حلول إلها، ولكن مشكله التلوث لا تزال قائمه لحد الان. ما سمعنا اكو حلول لمشكله التلوث. فالسؤال اللي اريد اعرف شنو الخطط الاستراتيجيه لحل مشكله ماء الشرب ولحل مشكله تلوث الماء في شط العرب، لانه المواطن صار عنده كونفيوجن من ايش قد اكو مختصين شرحوا المشكله. طيب، فاذا اذا سعاده الوزير تسمح لنا. تفضل السيدات لهن حصه. ايران الملحي هل راح تكون مشكله؟ التوراه. هو سيد النائب اول واحد ترى رفع ايده يعني حقيقه. شكرا. طبعا انا اعتقد بانه عفوا بيريفان عبد الخالق، استاذه جامعيه من جامعه رابارين. طبعا انا اعتقد بانه موضوع المياه موضوع كلش مهم، لانه مرتبط مباشره بالانسان.
هنا تفضلتوا انتم حكيتوا على سد اليسو اللي انبنى على فرات بلام وانما ما حكيتوا على السد اللي انبنى على سد كولسر بسردشت. يعني اني بجدر اني عايش هناك وعارف شلون يعني صار الوضع. يعني في ايران في ايران في سردشت في سردشت طبعا من ايران. نعم. احنا هسه فصل شتاء فماذا يبين علينا قله المياه. وانما اذا بفصل الصيف راح نشوف شحة المياه. الأراضي الزراعية هناك كلها تيبست. يعني صارت عندنا مشاكل الثروة السمكية، يعني السمك كله هيك على المي، وإنما ولا أحد حكى على هذا الموضوع ولا تلفزيون حكى على هذا الموضوع. مشكلة كلش كبيرة وننتظر معكم الحل إن شاء الله. السيد تفضل. شكرا جزيلا. أنا ملحان المقوطر من الديوانية. حياك. عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالدورة الأولى. ما شاء الله. وين قصي؟ مزارع أولا ونائب ثانيا. حياك. فرصة سعيدة أن نلتقي بمعالي الوزير والدكتور عزام والأخ مدير الجلسة. تحياتي للحضور. إخوان، هاي فرصة جميلة إنه واحد يشرح ما عنده من معاناة بما يتعلق بالموضوع اللي نتحدث عنه، الموضوع المياه. أنا الحقيقة ما راح أتحدث عن المياه ولا عن موضوع البصرة، ولو البصرة عزيزة على الكل، بس أعتقد كل منا لازم يتحدث باختصاصه. موضوع المياه الشرب تم العراقيين أولا، والبصرة أكثر أهمية، وأعتقد أنه وزارة الموارد المائية أعتقد منطقة الموضوع أهمية. ولا راح أتحدث عن الثروة السمكية ولا راح أطيل بالحديث. نقاط محددة موجهة لأخي وعزيزي الدكتور جمال. ابتداء أنا أتمنى أنه إحنا ما نعلق أمورنا على دول الجوار من ناحية المياه، نعتمد على نفسنا. هسه تقول لي يمكن نعتمد على نفسنا شلون والمنابع هي من تركيا وإيران؟ لا، أنا أقول إحنا عندنا موارد مائية والدكتور يعرف بها بديلة عن هذه المياه القادمة من دول الجوار. أنا من 15 سنة قبل التغيير أتابع خطط الدولة سابقا بما يتعلق بالمفاوضات مع الأتراك، إلى أن تغير نظام. وصلت النتيجة أنه ماكو وراء الأتراك نتيجة. العفو. أنا العفو مو محاضرة حتى ألقي محاضرة، وإنما مقدمة الأسئلة الحاضرة للسيد معالي الوزير تستوجب أن أذكر هاي المقدمة. عذرا. إبراهيم. ال 15 سنة قبل النظام، قبل سقوط النظام، ما وصلنا إلى نتائج مع الإتراك. وال 15 سنة الحالية اللي بعد التغيير. سؤالي للسيد معالي السيد الوزير، أولا ما هي خططكم باستعمال البدائل في حالة شحة المياه وهي موجودة؟ ثانيا، ما هي خططكم أو خطط الوزارة في إنشاء السدود والخزانات الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة معروفة لحضرتك، خزانات وسدود، والصغيرة هاي بالبوادي. آخر سؤال. رابعا، هل بالإمكان استثمار المخزون المائي في باطن الأرض؟ المياه الجوفية. المياه الجوفية تقصد؟ المياه الجوفية. طيب. معذرة للإطالة ومعذرة من الأخ اللي ما خلاني أكمل الحديث. آخر سؤال. ست نرمين. خليني أجاوب بس. يلا. Don't look at me. I'm not moderator. ماذا يسمحون إذا بسرعة. ست بخمة. عرفتك. ماكو سؤال. هسه السؤال. يلا ست بسرعة. طبعا الحديث يطول على هذا الموضوع. شكرا. لكن أنا لاحظت تقريبا أكثرية على المواضيع مثل ما تفضلت الدكتورة، أكثرية الحديث تقريبا على مشاكل المياه على
سد أليسو أو مع تركيا، لكن احنا في إقليم كردستان عندنا مشاكل مباشر مع السدود المبنية على مصادر مياه من إيران. في إيران. نعم في إيران، مثلا عندنا على بشدر مثل ما تفضلت، ما أريد أكررها، على السيروان 70% من مصادر مياه دربندي خان من سيروان. نعم. ومن أيضا راح نخسر خلال 2020 3200 هكتار أراضي زراعية في منطقة حلبجة. والتفاوض مع الحكومات الإقليم حول المياه هي من صلاحية الحكومة الفيدرالية. نعم. وليس من صلاحية إقليم كردستان. ماذا بسؤالي إلى سيد الوزير، نعم. ماذا فعلتم من أجل التفاوض وليس فقط مع تركيا، مع إيران حول الفروع أو مصادر المياه من إيران إلى العراق؟ نسيت الأول. مع الوزير كل الأسئلة تتعلق في البصرة والسياسة المائية عموما، سواء في العلاقة مع إيران أو في قضية توفير المياه الداخلية، إنشاء سدود مياه جوفية. أول واحد البصرة. البصرة أهم شيء البصرة. يقول لي وزير صدفة، بس أنا أجاوبه. أول شيء إذا تقول أنت أكاديمي، أنا أيضا أكاديمي أستاذ، أنا واحد من 100. لا أنا ما قلت صدفة، أنا ما قلت صدفة. لا أنا مختارها كيف ما أتوقع، أنا مختارها، بس يعني أنا مختار واحد من 16,000 مواطن عراقي قدم، فطلع اسمي بنصهم. أنا مو معناته ما خال في اعتبار لهذا. ليش اختاريتها؟ أنا عندي بحوث في تعظيم موارد دجلة والفرات منذ أكثر من 10 سنوات، والبحوث قائمة وأطت نتائجها في تعظيم مواردها من داخل العراق. عندي بحوث أنا شخصيا في إنقاذ دجلة والفرات من ملوثاتها مع الوزير. يعني هذني مواضيع، فأنا عندي اهتمام بالنسبة له. أما تقول أكاديميين، فالإخوان أكثرهم اللي هسه سئلوا أيضا أكاديميين، واحد معدوم أنت. شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص البصرة، بالنسبة للبصرة والبدائل، طبعا الحكومة خالة هذا في نظرها حقيقة. يعني احنا عندنا يعني البصرة ليست بعيدة عن البحر، وهي مياهها حتى إذا صعد اللسان ملحي هو مياه بحر. فعندنا عدة وسائل حقيقة، واحد من عدن لتحلية مياه البحر. الموضوع الثاني، احنا وصلنا أو هو أصلا موصل من قبل هذه الحكومة عن طريق قناة البدعة اللي يسموها، اللي هي إيصال مياه دجلة بشكل مباشر إلى البصرة من نهايات نهر الغراف، واللي قمنا عليه. أحد الأخوان قال لي مشاريعكم في تعظيم، يعني في واحد أنجزنا يعني إعادة تكثيف وتصليح هذا النهر. واليوم عندنا مشروع آخر جديد على هذا النهر أيضا، لأن عندنا في منطقة من المناطق اللي دائما نصير بها تخسفات ويصير تهريب بها المي، أيضا نحن نقيم عليها مشروع جديد، رح نبطن هذا بمواد مختلفة، قد تكون بلاستيكية أو كونكريتية. مشروع آخر وياها جاي هسه رح تقوم به أيضا محافظة البصرة، مشروع مد أنبوب بطول حوالي 62 كيلومتر، موازي لمشروع البدعة أيضا للبصرة. عندنا مشروع إروائي أيضا أنجز هذا النهر، أنجز ووصل مو بس للبصرة وإنما وصل للفاو، وهذا يشيل حوالي 30 متر مكعب من المي أيضا من نهر دجلة. فعندنا بالنسبة للأستاذ أخوي وزميلي عندنا مشاريع، وعندنا مشاريع طبعا تحلية مياه البحر، وأيضا عندي مشروع ضامة أيضا بعد أنا أستخدم بعض المياه الجوفية اللي تفضل بها الأستاذ أيضا لتعزيز الأمن الاستراتيجي لمياه المواطنين للبصرة، أيضا باستخدام هذه المنطقة، خصوصا عندنا في منطقة الزبير في حوض مهم من المياه الجوفية كبير جدا إن شاء الله لن ينضب، وهذا نقدر احنا ايضا نستغله في تغذية البصرة. فالاستاذ عندنا ان شااء الله مشاريع خليها في بالنا، وان شاء الله البصرة في امان. ما راح نشهد خصومات بين المحافظات الديوانية والسماوة والحلة ايضا للسماوة والناصرية، السماوة بالذات يعني والناصرية هم في ذنائب نهر الفرات، ايضا يصلهم المي حقيقة بشكل يعني نوعية يعني سيئة. ايضا ان عندنا مشاريع لهم في ايصال المياه وتغذيتها بمياه أخرى من أراضي العراق إن شاء الله للمواطنين. اللسان الملحي، اللسان الملحي
طبعا اكو نظريتين حتى تعالج اللسان الملحي، اما برفده بكميه محدده من المياه يعني ما تتجاوز 50 متر مكعب بالثانيه. هذا المياه لو كانت مطلقه من نهر القارون ونهر الكرخه من ايران، زائدا ما يجينا من القليل من نهر دجله، خصوصا العام الماضي هي كانت ايضا شحيحه على تركيا وايران. لو نعطي 50 متر مكعب الى شط العرب يبقى شط العرب نظيف. وهناك دراسه اخرى ان ننشئ سد. هذا السد في دراسات وفي اراء يعني متضاربه كبيره، لازلنا في مرحله دراستها. طيب. بس احنا نطمئن اهل البصره من السنه الجايه والقادمه ان شاء الله هم في امر. الرؤيه متفائله مع الوزير. دكتور عزام عندك اخر كلمه؟ كل الحلول آنية. الحل الوحيد للمدى البعيد هو الوصول إلى اتفاق مع تركيا. لا هو يعني إيران لن نصل معها إلى اتفاق على المياه، لأنه قلت لكم عندهم 150 مليون إيراني راح يكون في 2030 راح يعانون جفاف. يعني المي ما راح يعطونا اياه. انا لا اختلف مع هذا وجهه نظر. يجب ان وياك. ان نطالب طبعا وياك. ونستخدم كل وسائلنا. وعندنا الحمد لله اصدقاء كثيرين، يعني اليوم العراق اصدقاء كثر يعني ممكن يساعدونا ايضا. الامر متوقف على قوه الدوله في العراق وقوه النظام في العراق. نامل ان تكون السياسه المائيه ايضا يعني في خدمه المواطنين. نعتذر من الساده الحضور على اسئلتهم الكثيره، لكن هذا. Christine, did you notice how much interest in environment and water? Stop talking about politics. Let's talk about real stuff. Very important panel. شكرا جزيلا للحضور. نأمل أن نلتقيكم في ملتقى آخر إن شاء الله. بالمناسبة في نيسان القادم في مؤتمر عن المياه في العراق، أعتقد سينعقد عن البصرة بالخصوص، سينعقد أيضا في الجامعة الأمريكية في السليمانية. شكرا لكم. السلام عليكم.